نادي الاهلي قلتها مرة واثنين وثلاثة، النادي الاهلي مستواه هذا الموسم سيء جدا، سيء جدا. مش ده مستوى النادي الاهلي ولا ده كورة النادي الاهلي. في نفس الوقت اللي الزمالك بظروفه وكل اللي بيحصل فيه بيأدي مستويات رائعة. وهنا المعادلة الصعبة، يعني من هنا جت المعادلة الصعبة، ان انت عندك فرقة زي الزمالك اسم كبير وفريق كبير وعنده مشاكل لا حصر له، واللي يقول لك الدوري العام اتحسم، لا، لم يحسم الدوري الى الان. والنغمة دي نغمة ما تنفعش في لغة كرة القدم، يعني ما ينفعش تقول الدوري خلص. ما انا بتكلم والله يعني بما يرضي الله. فمستوى النادي الاهلي وحش جدا. طيب ايه الاسباب؟ معروفة كلكم عارفينها. طب هل النادي الاهلي هيغير المدير الفني؟ هقول لكم مفاجآت النهارده. النادي الاهلي مش هيغير المدير الفني، لان النادي الاهلي مش هيدفع شروط جزائيه تاني. مفيش الخزنه ومفيش القدره على تحمل الشرط الجزائي للمدير الفني، ودي كارثه. كارثه الكوارث بقى اللي انا سعيت فيها الفتره اللي فاتت، وقلت انا لازم اعرف كاموش ده جه ازاي، او كاموش او كاموتش او زي ما بتسموه. وبعد التحري وبعد التدقيق عرفت كاموش جه ازاي، وعرفت مين اللي جاب كاموش. كارثه كارثه. يعني للاسف اتصدمت صدمه عمري لما عرفت مين اللي جاب كاموش. صدمه. انا اتصدمت لما عرفت مين جاب كاموش. فنادي الاهلي في مشاكل كتير جدا فنيه. انا ما بتكلمش عن مشاكل بقى مجلس، ماليش دعوه بالكلام ده خالص، مش وقته. لكن في الملعب في مشاكل. الاهلي اين محلل اداء النادي الاهلي؟ يعني يكاد النادي الاهلي بيلعب بدون محلل اداء. لا حد بيذاكر الفرقه، لا حد بيعمل تكتيك، لا حد بيشوف الشوط الاولاني ويشتغل على الحاجات اللي في الشوط الثاني، الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكوره والجمل والتكتيك. مفيش. ده ياخد الكوره يعجن كده وده يعجن كده، ماشيه ايه اكنك بتلعب في دوره رمضانيه. كل لعيب بيلعب بمزاجه، مفيش مدير فني باصص له ولا باصص لخطته. وده يقطعها كده وده يعملها كده وده عايز يجيبها بالشمال وده عايز يشوط من بره، وده لعب عشوائي. كله لعب عشوائي بطريقه كبيره جدا. انا بكلمكم كلام اللي هو بما يرضي الله. لكن هل مثلا الدوري انتهى؟ لا، ما انتهاش. هل الاهلي خلاص نهايه المطاف؟ لا، الاهلي بيرجع يعرف يلم نفسه بسرعه تاني. الزمالك ماشي في الطريق الصحيح، لكن محدش يضمن نتائج الماتشات. انت في الاول وفي الاخر ماتش بيطلعك فوق بينزلك تحت. لكن اذا استمر النادي الزمالك بهذا الشكل يستحق كل شيء. لكن الكارثه اللي محدش يعلمها، او اكيد اي حد يعلمها، الاهلي هيعمل ايه السنه دي؟ الاهلي هيعمل ايه في افريقيا؟ وهيعمل ايه في الدوري؟ انت بالشكل ده انت ممكن تلعب كونفدراليه. يعني انت بالشكل ده، هجيب لكم بس اسلام الشاطر معايا عشان نعمل حوار انا وهو، لان هو من الناس اللي ما كانوش مقتنعين بكاموش دوت. يعني هو واحد من الناس اللي ما كانش مقتنع بكاموش، واتكلم كتير ان كاموش ده يعني مستواه محدود بشكل كبير. فده كان كلام كابتن اسلام الشاطر. لكن على المستوى الشخصي كاموش من اول ثالث يوم رابع يوم خامس يوم خامس مباراه سادس مباراه، لا، بعيد تماما عن طموح وامكانيات النادي الاهلي. احنا بنشوف لعب عشوائي، ما بنشوفش سيستم، ما بنشوفش نظام في الملعب. وكان اهم ما يميز النادي الاهلي هو انضباطه التكتيكي في الملعب،
الروح اللي بيلعب بيها اللعيبه والحاجات التانيه بتيجي. لكن انت دلوقتي عندك لعيبه اصلا امكانياتها عاليه جدا، يعني اساسا عندك لعيبه امكانياتها غير طبيعيه، افضل من اجيال كانت موجوده، امكانيات فرديات. طب على المستوى الجماعي زيرو زيرو. فالامور دي مهمه جدا. وتاني وتالت ورابع، اين محلل الاداء؟ فين التيم اللي شغال؟ ده جوارديولا ده عنده حوالي 24 محلل اداء، ما بهرجش، زي كل لعيب ليه محلل اداء. فناخد نجمنا كابتن اسلام الشاطر وتعليقه على ما يحدث في النادي الاهلي. وانا قلت لكم هي الصوره مش عاتمه قوي، لكن هي دي كره القدم. اهلا بيك كابتن اسلام. يا مهيب، ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا حبيبي، الحمد لله. ايه رايك في مستوى النادي الاهلي وهزيمه امبارح امام طلائع الجيش؟ جايه في توقيت وحش جدا جدا، ويمكن كان في صدمه في الشارع الاهلاوي يعني، او جمهور الاهلي. ده حقيقي، لكن يعني طول ما احنا في الحلقات معاك يا مهيب في اللعيب الفتره اللي فاتت كنا بنقول تقريبا ان احنا داخلين على، او النادي الاهلي داخل على وقت صعب جدا، على الرغم من ان زي ما انت كلامك مظبوط 100%، ان كل اللعيبه اللي موجوده دي يعني زي ما انت النادي جاب له او الاداره جابت للفرقه لعيبه على اعلى مستوى. عربيه مرسيدس مثلا، ايوه، وجايب بقى توك توك يسوق العربيه. ما ينفعش يا مهيب، ما ينفعش. ويعني انا كنت بقول الكلام ده معاك احنا مع بعض في العيب في الام بي سي، كنا بنطلع نتكلم نقول الكلام ده قبل رمضان باخر حلقتين ثلاثه، كنا بنتكلم وسالتني انت سالتني مباشره على رايك في المدير الفني، قلت لك انا مش مقتنع بالمدير الفني. ايوه، مش مقتنع بالمدير الفني يا مهيب. هو في حاجه اسمها اجيب لعيب واديله 400,000 دولار ولا 500,000 دولار اعاره ويبقى 3 ماتشات بره لعيب محترف؟ في حاجه غلط بتحصل داخل. لا ده انا عرفت مين اللي جاب اللعيب ده بقى، بالنسبه لي كان كارثه يعني الاسم. في حاجه غلط. كل ده على فكره مفيش مشكله ان انا اجيب لعيب ويطلع مش كويس، ما عنديش مشكله في ده. ولكن ان انا اجيب النادي الاهلي اجيب لعيب محترف يقعد 3 ماتشات بره ولا ياخد 600,000 دولار ويقعد 3 4 ماتشات بره الفرقه، والمدرب يقول عليه لما يديني في الملعب ادخله؟ لا الراجل اصلا مدرب مش عايزه يا كابتن اسلام. يعني اساسا المدير الفني، ما هو انت بص احكم على المدير الفني في بعض الجزئيات المهمه جدا. ايه هي؟ ان انت جاي لعيب مش على هواك، انت رفضته جه زي بالعمري كمان. حتى بالعمري هو ما كانش موافق عليه عشان نبقى واقعيين. بالظبط. طيب هو انت الناس دي حد بعت لي رساله، طب هقراها. الناس دي نحكم على المدير الفني اولا في حته الروتيشن بتاع الشناوي برافو عليك يا مهيب وشوبير. والله العظيم 3 خدتها من على لساني. هو في بقالك قد ايه يا مهيب؟ يعني شغالين في الكوره بقالنا قد ايه؟ 40 سنه؟ كتير. شفت انت روتيشن زي ده بيحصل؟ يعني خالص. بتاخد قرار، عايز تلاعب شوبير لعبه، عايز تلاعب الشناوي لعبه. يا كابتن ده اثر على شوبير واثر على الشناوي. برافو عليك. هو على فكره انا باخد القرار وبلاعب اللي انا عايزه في الاخر. بالظبط. انا المدير الفني من هنا. وعلى فكره برضو ما انا عندي مشكله ثانيه. انا بشوف ان برضو يعني كابتن وليد صلاح بخبرته الكبيره ودوره الكبير وبقاله 15 20 سنه شغال في المجال ده كمدير للكوره والكلام ده كله، لازم يبقى له دور مهم مع المدير الفني خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. ما ينفعش ان انا اشوف لعيب طالع يضرب ازازه، ما ينفعش اشوف لعيب. انا عارف ان ده في الكوره عادي وانا كنت بقول كده، لكن يجب ان يكون هناك ردود فعل واضحه كمان للجمهور. ما ينفعش لعيب يطلع يقعد ويبقى قالب وشه. انا عارف ان اللعيب لما بيقلب وشه ده لانه ما بيلعبش او اتغير او كذا او كذا، لكن دي تحصل مره واثنين وثلاثه واربعه ورا بعض، لا يبقى انا عندي مشكله. كابتن وليد صلاح له دور مهم جدا جدا الفتره اللي جايه. طيب الناس بتقول لي الصوت فيه مشكله، ف مش عارف كده كويس. اعتقد الصوت واطي. طب ممكن تعلي صوتك شويه يا كابتن اسلام؟
والله انا فاتح السبيكر وقاعد في العربيه ما يعني. عشان كده بقى. طب ما بلاش السبيكر في العربيه ده. بلاش السبيكر كده كويس. كلمنا عادي كويس. انا قصدي اقول لك ان الكابتن وليد صلاح برضو لازم يبقى ليه دور الفتره اللي جايه، لانها فتره مهمه، مش كابتن وليد صلاح بس، كابتن الشناوي كابتن برضو، اسلام الشاطر اللي الشناوي. معانا. نعم. لا بقول له بيقولوا لي مين معاك، قلت لهم كابتن اسلام الشاطر. طيب. ولازم كباتن الفرقه يبقى ليهم دور يا ابني. الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا. تخيل انت بتبعد عن الدوري، تخيل ان انت لا قدر الله حصل حاجه في ماتش الترجي. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم لكن تيجي تقول لي امشي الراجل، لا مش هقدر امشي الراجل. او انا كل اسبوعين ثلاثه هقعد امشي لي راجل زي ما كنا بنتريق على غيرنا هيجي يحصل دلوقتي؟ لا طبعا، الراجل نفسه لازم يكمل لغايه الاخر، لكن يجب ان تكون هناك مسانده، ويجب ان يكون هناك حساب لكل حاجه بتحصل. لكن معلش يا كابتن اسلام، يعني خليني بقى نتكلم بوضوح شويه. اتفضل. يعني يا جماعه، ايه كم الاختيارات الخطا اللي بتحصل في النادي الاهلي؟ حاجه غريبه جدا يعني ايه؟ يعني من بعد سيبك خلاص كولر، مش هقدر اقول اختيار لانه راجل احرز بطولات وخلاص بقى مستواه ودخل في مشاكل مع اللعيبه، شكرا خلاص. لكن جاب بطولات وكان الاداء في بدايته مع كولر كان ماشي الحال. لكن تيجي بعد كولر جبت ريبيرو. مين جاب ريبيرو؟ مشيت ريبيرو؟ مين مشى ريبيرو؟ طيب خلصت من قصه كانت عامله لك مشكله واختيار خطا في وقت خطا وشرط جزائي غلط ودفعت 600,000 والكلام من ده. تروح برضو جبت برضو، يعني انت ما تتعلمش حتى من الاخطاء. يعني اما اجي اجيب مدير فني اجيبه اللي هو العادي. انا في النادي، انا النادي الاهلي، هتيجي بشروطي اهلا وسهلا، مش هتيجي بشروطي ان شاء الله عنك ما جيت. انت فاهمني؟ يعني ما فرقتش. معتمد جمال غير السياسه في الاداره الفنيه في الكره المصريه. يعني اهو باقل القليل، يعني الراجل لما تيجي تحسبه بياخد 12,000 دولار قدام واحد بياخد 180,000 دولار، قدام يوريتيتشي مثلا بياخد معرفش 100,000 دولار. فالموضوع وده محقق نتائج افضل من ده، وده عنده لعيبه اقل كواليتي من ده. يعني مفيش سيستم في كره القدم، مفيش ثوابت في كره القدم، مفيش جارانتي، مفيش ضمانات، مفيش اي حاجه في الكوره. وهي دي كره القدم يا اسلام. انا معاك في كل ده، بس يا مهيب اللي بيحصل في النادي الاهلي الفتره دي يعني انا شايفه في حاجه غلط. العين اللي بتختار في اختيارات كتيره غلط على فكره. الكابتن بيبو اللي قبل لما خلصت الانتخابات المرحله الاولى قال لك اصل انا ظروفي الصحيه وخلاص انا مش عايز اترشح. طب والنبي يا كابتن اترشح معلش عشان خاطرنا. طب هترشح بس انا مش هشيل مسؤوليات. بصوا انا الكابتن الاستاذ ياسين منصور هو مسؤول بصلاحيات الرئيس، والكابتن سيد حفظ مسؤول عن الكوره. الكابتن سيد حفظ ملوش اي ضوء. الكابتن ياسين منصور ساكت ومش عايز يعمل فضايح. انا بقول لك كده، ساكت ومش عايز يعمل فضايح. اي واحد ياخد قرار في النادي لازم يرجع ليه الاسطوره، لازم يبصي. لو واحد عايز يفسي لازم يستأذن من الاسطوره الاول، عايز يخش الحمام يستأذن من الاسطوره. اي قرار لو عايزين يشتروا ستاره جديده لازم الاسطوره يمضي، عايزين يشتروا صفيحه زباله قدام ده لازم الاسطوره يمضي. كل حاجه اسمها ديكتاتوريه، وبعدين تقول لي انت سبت الانجازات دي كلها، انت قابض كام عشان تطلع على النعمه اوضه معفنه وكاميرا معفنه وبصور بيها؟ لا لجنه ولا اهلاوي بقى لي 50 سنه، ولا حد بيديني ربع جنيه، ولا اعرف اي حد في مجلس اداره ولا في اي حد إن كان. انا بقول لك اللي انا شايفه، وده الاهلي، يا جدع. يا عم ده احنا كنا بنقعد حاطين في بطننا بطيخه صيفي حتى لو الاهلي مغلوب، عارفين ان الاهلي هيغلب، والروح وهجمات من كل ناحيه وسرعه وكوره وروح بتلعب اسمها روح الفانلة الحمراء. مفيش الكلام ده خلاص، ما عادش. كل ماتش ببقى قاعد حاطط ايدي على قلبي مستني الحكم يصفر عشان يخلص الماتش. عارف ومتاكد لو الاهلي مغلوب، عارف متاكد دلوقتي ان الاهلي مش هيحاول كتير ومش هيجيب اجوان. مفيش يا عم، مفيش مهاجم هداف. جايبين كاموش، مروان عثمان، هم دول مهاجمين النادي الاهلي؟ هم دول المهاجمين النادي الاهلي؟ خط هجوم النادي الاهلي اللي كان فيه واحد بقيمه عماد متعب، فلافيو، حتى وسام ابو علي، اخر المهاجمين المحترمين.